وبيبدأ الفيلم مع بنت مليانة حب وجمال وأنوثة وثقافة وفيها كل المواصفات الحلوة، واسمها يوجينا، وبتكون من عيلة أرستقراطية. ومنعرف إنه يوجينا بتحب المطالعة كتير، ومنشوفها ببداية الفيلم عم تحضر جنازة الكاتب العظيم فيكتور هوغو، بس ما بتخبر أهلها لأن بتعرف إنه أبوها ما بيسمح لها. وبالفعل منشوفها على العشاء مع عيلتها، وبيسألها أبوها وين كانت اليوم، بس هي بتكذب عليه. ومنشوف إنه أبوها كتير إنسان متسلط ومتحكم بولاده. ومنتعرف على ثيو أخو يوجينا، وبيكون عم يخبر أبوه إنه بكرة عنده محاضرة وما رح يكون موجود معهم. ويوجينا بتتحمس كتير وبتطلب من أخوها ياخدها معه، بس أبوها ما بيرضى وبيصرخ عليها. وبالليل يوجينا بتدخل على الحمام، بس الغريب إنه بتحس في شخص معها بالحمام وعم بيحاول يلمس وشها. تاني يوم لما يطلع ثيو بالعرباية بيشوف يوجينا وبيخاف من أبوه، بس يوجينا بتطلب منه فقط ياخدها على الكافيه لحتى تغير جو وتقرأ كتب، وما بدها تروح معه. وبالفعل بيوصلها ثيو على الكافيه، وهنيك بتتعرف على شاب اسمه أرنست وبيعطيها كتاب عن الأرواح. ويوجينا بتفرح فيه كتير وبتضل تقرأ طول الوقت. وبالبيت أخوها بيشوفها وبيسألها عن يومها وشو عم تقرأ، وبس يشوف كتاب الأرواح بإيدها بيتفاجأ كتير وبينصحها انه ما تفوت بهالطريق. بس يوجينا بتخبره انه هي فعلا عم تتواصل مع الارواح، وهذا الكتاب عم بيساعدها لتفهم حالتها لأن عم بتصير معها شغلات كتير مخيفة. وأخوها بيحضنها وبيحاول يواسيها، وبعد كم يوم منشوفها عم تسرح وتمشط شعر ستة، وبعدين بتثبت نظرها بمكان واحد وستة بتخاف منها كتير. بعدين يوجينا بتتحرك لا إراديا باتجاه الدرج وبتطالع عقد ذهب. ستة تنصدم وبتخبرها انه هذا العقد هدية من جدة قبل 40 سنة وضاع منها، بس هي فكرت انه الخدامة سرقته. وبتسألها كيف عرفتي مكان العقد، بس منشوف انه يجينا خايفة كتير وعم تبكي. وبتخبرها انه روح جدة معهم بالغرفة وهو اللي خبرها عن مكان العقد. وستة بتخاف كتير لان جدة فعلا ميت من زمان، بس بتحضنها وبتحاول تخفف عنها. وبعد كم يوم منشوف امها عم تصحيها وبتخبرها انه تلبس لان بدها تروح مشوار مع ابوها، بس بتصير تبكي. ويوجينا بتخاف وبتحضن امها، وبعدين بتلبس فستان حلو وبتطلع مع ابوها واخوها بالعرباي. وبتطلع يوجينا من الشباك وبتشوف بنت شكلها مريضة نفسيا، وبتعرف انهم جايبينها على مصحة نفسية، وبتزعل كتير وبتخاف وبتصير تبكي. وبتترجاهم ما يتركوها، واخوها بيكون حزين كتير ومو عارف كيف يساعدها. وبيجوا اتنين وبيدخلوه على المصحة، وبيدخل ابوها لحتى يكمل اجراءات الدخول، وبيتعرف على الممرضة جنيف المسؤولة عن المرضى. وجنيف بتفحص يوجينا لحتى تتأكد انه ما عندها اي امراض معدية، وبعدها بتاخدها على عنبر بيكون بيشبه السجن وبشع كتير وممتلئ بالمرضى النفسيين، وبيكون الجو مرعب بالفعل. ويوجينا بتتعرف على لويز اللي بتصير تحكي معها لتخفف عنها، وبتسأله يوجينا انه ليش دخلتي على المصحة. ولويز بتخبرها انه زوج عمتها كان بده يعتدي عليها وانهارت بالارض وصارت تعمل حركات غريبة، ولما شافتها عمتها بهذا الشكل دخلتها على المصحة لترتاح منها. وتاني يوم الصبح بيجوا الممرضات وبياخدوا لويز لعند دكتور شاركو مدير المصحة، لأن كان عم يعمل تجربة تنويم مغناطيسي بحضور مجموعة من الدكاترة النفسيين، ومن ضمنهم دكتور جون اللي منشوف في نظرات غريبة بينه وبين لويز بأنه في بينهم علاقة حب. وأثناء التجربة لويز بتوقع على الأرض وبتتشنج، وبتاخدها جنيف لتدير بالها عليها. بعدين بيدخل دكتور جون وبيخبر لويز انه بحبها وبده يتزوجها، وطبعا لويز بتفرح كتير، بس منعرف انه دكتور جون بده يستغلها ويعمل عليها تجارب علمية. وبتروح جنيف لحتى تطمن على المرضى، وبتشوف يوجينا وبتحكي معها. ويوجينا بتخبر جنيف انه كان عندك اخت اسمها بلندن، وجنيف بتتفاجأ وبتحاول تسكتها، بس يوجينا بتخبرها انه بلندن موجودة معنا بالغرفة. وجنيف بتصير تهددها لحتى تسكت، بس يوجينا بتصير توصف لها شكل اختها. وجنيف بتحزن كتير وبتغادر المكان. وتاني يوم الدكتور بشخص حالة يوجينا انها هستيريا،
ولكن يوجينا بتضل مصرة على موقفها انه هي عم تتواصل مع الارواح، وبيصيروا يعالجوها بالمي الباردة وبيحطوها بتابوت مليان ثلج كل اسبوعين. وبعدين منشوف ثيو اخو يوجينا تعرف على عنوان جنيف وبياخد لها كتاب الارواح وبيطلب منها توصله لاخته، وبتاخد جنيف الكتاب وبتطلع عليه وبتشوف انه الشيء اللي حكته يوجينا ممكن بالفعل، وممكن تكون يوجينا عم تتواصل مع روح اختها. ولهيك تاني يوم بتروح جنيف على المصحة وبتخبرها انه اخوها عم يسأل عنها، ترك لها كتاب عن الارواح وانه هي ممكن تعطيها الكتاب بس بشرط انه تخليها تتواصل مع روح اختها. بس يوجينا بترفض وبتخبرها انه التواصل مع الارواح ما بيصير بالاجبار، وكمان لازم تساعدها لحتى تصير حرة وتهرب من المصحة. وجنيف بتوعدها انه رح تعمل كل اللي بتقدر عليه. وبعدين بنشوفهم عم بيحاولوا يتواصلوا مع بلندن اخت جنيف، وهون يوجينا بتكون رح تنهار وفورا بتخبر جنيف انه تركض فورا على البيت لان ابوها عم بيموت ولازم تساعده. وبالفعل بتركض جنيف وبتروح على البيت وبتشوف ابوها واقع بالمطبخ ومجروح وبتساعده، وابوها بخبرها انه وجودك هون مثل معجزة وكان رح يموت لو ما هي اجت. وجنيف بتخبره انه تواصلت مع روح اختها وهي اللي خبرتها عنه، بس ابوها بينزعج منها كتير وبيحكي لها انا ربيتك لتحترم العلم، اختك ماتت من زمان وبلا هالخرافات. ومنرجع للمصحة ومنشوف يوجينا تعبانة وفي دكتور عم يفحصها، بس بنفس الوقت بيدخلوا الأطباء وبتكون لويز معهم وبتسمعهم يوجينا عم بيحكوا انه صار معها شلل نصفي خلال التجربة. ويوجينا بتزعل عليها كتير وبتصير تصرخ على دكتور شاركو مدير المصحة وبتخبره انه هو السبب بالشيء اللي صار مع لويز وانه هو عم يستغل المرضى لمصلحته. ودكتور شاركو بيأمر الممرضين يسكتوها. وبعدين بنشوف جنيف عم تسأل دكتور شاركو شو رح يعملوا بيوجينا وبخبرها انه رح يحطوها بالانفرادي لان صارت خطر على غيرها، ورح بتكون الممرضة جين المسؤولة عنها. وبالفعل ممرضة جين بتاخد يوجينا على مكان معزول تحت الأرض، ويوجينا بتكون مرعوبة كتير وأنفاسها غير منتظمة والمكان بيكون مرعب بالفعل. بس بترتاح لما بتشوف شباك صغير بيدخل منه الضوء وبتروح لعند الضوء، بس الممرضة جين بتسكر الشباك كمان. بس بعد كم يوم منشوف الممرضة جينيف اجت لعند يوجينا وفتحت لها الشباك وبتتشكرها لأن خلتها تساعد أبوها بالوقت المناسب وبتخبرها أنه رح تحاول تساعدها. بعدين منشوف جين عم تحكي مع يوجينا لحتى تشخص حالتها، بس يوجينا بتخبرها انه روح امك معنا بالغرفة وعم تحكي انك انت السبب بدخولها للمصحة. بس جين بتخبرها انه كل الناس بيعرفوا انه امي كانت مجنونة، بس يوجينا بتصدمها وبتخبرها عن الشيء اللي عملته بابنها. وهون جين بتعصب كتير وبتمسك يوجينا من شعرها وبتكون رح تخلص عليها، بس بتمسك حالها بآخر لحظة. وبعدين منشوف جنيف عرفت تاخد المفتاح وسرقته من الممرضة جين وبتروح لعند يوجينا وبتحكي معها من ورا الباب وبتطلب منها تتواصل مع روح اختها لأن ممكن تكون هاي آخر مرة بقدر اتواصل فيها معك. وبتعمل يوجينا مثل ما طلبت منها وبتخبرها انه روح اختك حواليكي على طول وهي بتحبك كتير. وجنيف بتمد ايدها من تحت الباب وبتمسك ايد يوجينا وبتتشكرها، بس وهي طالعة من الباب تطلع جين بوشها وبتطلب منها المفتاح، بس جنيف بتهددها وبتخبرها انه يوجينا صارت ضعيفة كتير وهزيلة من كتر الإهمال وإنه راح تشتكي عليها للدكتور. وبالفعل بتروح جنيف لعند الدكتور وبتخبره إنه يوجينا صارت مطيعة وهادية بس ضعيفة وهزيلة كتير وممكن يصير لها شي ولازم تطلع من الانفرادي. وبيرضى الدكتور يرجعها على العنبر ولكن على مسؤولية جنيف. وجنيف بتفرح كتير وبتروح تطالع يوجينا اللي بتحس بشوية سعادة وحرية، وبتوصل على العنبر وبتشوف لويز، بس يا حرام بيكون صار معها شلل نصفي وما عاد تحسن تتحرك وبتحاول تواسيها. بعدين بنشوف جنيف عم بتخطط انه تهرب يوجينا، لهيك بتكتب دعوة لثيو لحتى يحضر الحفلة التنكرية السنوية للمصحة، وبتكتب له ملاحظة انه رح تهرب يوجينا، وبتبعت نفس الملاحظة ليوجينا وبتخبرها انه خبرت اخوها.
وانه راح تساعدها لتهرب. وبيجي وقت الحفلة ومنشوف المرضى عم يلبسوا فساتين ويجهزوا حالهم ويلعبوا ويضحكوا. وبتبدأ الحفلة بالليل وبيدخل ثيو وبيشوف اخته وبيفرح فيها كتير وبصيروا يرقصوا مع بعض. وبتكون جين عم تنتبه لهم بس فجأة بيختفوا بالزحمة وما عاد بتشوفهم وبتصير تدور عليهم. بس جنيف بتكون ماخدتهم وبتغير ثيابهم لحتى ما حدا يتعرف عليهم. بس لما بيطلعوا بتشوفهم جين وبتحاول تاخد يوجينا منهم وبصير بينهم خناقة كبيرة وبتنادي للحراس. بس الحراس بيكونوا مشغولين بالحفلة وعم يرقصوا وما بيسمعوها. وجنيف تستغل الفرصة وبتهربهم لبرا وبتسكر البوابة. بس يوجينا ترجع وبتصير تبكي لأن بدها جنيف تهرب معها. بس جنيف بتخليها تغادر مع أخوها لأن بدها تعطل الحراس. وبتطلع يوجينا بالعرباي وبتوصل جين ومع الحراس. بس جنيف بتقفل البوابة وبترمي المفتاح لبرا. وجين بتأمر الحراس انهم يمسكوا جنيف وبتحكي لها انت خائنة ويمكن الجنون أصابك وبيرجعوه على المصحة. بس هالمرة بصفتها مريضة مو ممرضة. ومنشوف انه يوجينا صارت حرة واخيرا وبيكون الفضل لجنيف اللي ساعدتها. ويوجينا بتوصل رسالة لجنيف مع ممرضة تاني وبتخبرها انه هي عم تتواصل مع روح اختها بلندن وبتطمنها انه اختها حدها على طول وانه يوجينا بتحبها كتير مثل اختها بلندن واكتر. وبتتشكرها لان كانت السبب بانه ترجع لحياتها وحريتها. وهيك بينتهي الفيلم.